يا مساء السعادة على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير والله العظيم، وحشتوني قوي، وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات حلوه كتير ان شاء الله تنال رضاكم وتعجبكم. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين. اول حاجه احنا هنعمل وصفه تنفع لرمضان وتنفع في الاوقات العاديه وفي الاوقات بتاعه المدارس اللي كلها زنقه دي، خطيره جدا والولاد هيحبوها جدا جدا، ونعمل معاها صوص حقيقي خطير. ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد. عندي هنا كوبايه ونص من الميه الدافيه، ممكن تستبدل بحليب. عندي معلقتين من الخميره صغيرين مليانين، وعندي هنا معلقه كبيره من السكر. هقلبهم مع بعض. لو مش متاكده من نوع الخميره خليها شويه كده لحد ما تتاكدي ان هي عملت فوران. ضيفي عليهم بيضه بدرجه حراره المطبخ، وضيفي عليهم ربع كوبايه من الزيت، وممكن يكون زبده كمان زي ما انت عايزه. هقلبهم مع بعض كويس لحد ما البيضه تختفي وتتقلب كويس، وهضيف معلقه من الخل عشان البيضه، وهضيف عندي هنا 4 اكواب مؤقتا من الدقيق، وهضيف نص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. دي كده بتبقى كانها محسن خبز هي والخل. خطيره جدا جدا. والعجينه دي تنفع لانواع كتيره جدا من المخبوزات غير السندوتشات دي، يعني اي حاجه تنفع. العجينه دي ينفع ان احنا نشكل بيها معجنات كتيره جدا جدا، يعني عجينه طريه تقدروا تعتمدوها عندكم لانواع كتيره من المعجنات. دلوقتي انا هقلب العجينه كده لحد ما العجينه تبدا تلم معايا، واشوف هي محتاجه معايا دي قد ايه. حسيت ان هي محتاجه لسه ملزقه شويه، فضفت لها كمان نص كوبايه من الدقيق. يعني توتال الدقيق اللي انا استخدمته 4 اكواب ونص. دلوقتي طبعا كده ايه، انا هبدا ان انا هلم العجينه. انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه: الكوبايه اللي تستخدميها الميه لازم تستخدميها للدقيق، يعني نفس الكوب بنفس المقاس. يعني لو هتستخدمي حتى لو كوب صغير مش هيفرق معاكي حجم البيضة قوي قد ما هيفرق معاكي ان كمية السوائل يبقى نعادل او نعاير نفس الكوباية هي نعاير بيها الدقيق. تمام. هعجن العجينة لحد ما تبدأ ان هي تلم معايا. نعجنها حوالي 5 دقايق كده، تبقى عجينة بتلزق، حاجة بسيطة قوي بس نعمت معانا واتلمت وفيها عرق بالشكل ده. هديها مسحة زيت بسيطة واخليها بقى ايه، تخمر، يتضاعف حجمها. يعني ممكن تاخد معاكي نص ساعة، نشطت معايا بسرعة جدا ما شاء الله. دلوقتي انا هاخدها يعني هشكلها واسويها، وبعد كده نحضر الحشوه بتاعتنا السريعه. دلوقتي بقى انا هاخدها كده هقطعها حوالي 15 قطعه، لان احنا كنت عاملاهم 15 ساندوتش. كانوا يعني بصوا يا بنات، لو انتوا عيله كبيره هيكفي عيله كبيره 5 6 7 8 افراد كمان. لان الساندوتش مشبع جدا جدا، وفي نفس الوقت اقتصادي. يعني انت ممكن تبدلي وتنوعي فيه زي ما انت عايزه. اهم حاجه بس انا هقطعها كده واحاول ان انا اخليهم كلهم حجم واحد. لو عندك ميزان استخدمي ميزان، واعملي مثلا القطعه 60 جرام. لو ما عندكش ميزان حاولي ان انتي على قد ما تقدري تخليهم كلهم حجم واحد، علشان يبقى شكلهم ظريف وقت التقديم، وكمان في التسويه كلهم ياخدوا نفس التسويه. قفليها من تحت كويس بالشكل ده علشان تبقى برده متساويه من تحت، ومن فوق كمان تكون ملساء. وبصوا وانتي بتكوريها كده هتلاحظي ان انتي بتظبطي الكور، بتظبطي مقاسها بالشكل ده. هغطيهم واخليهم على جنب، وهاخد اول كوره انا او انا خدتها او انا كورتها علشان تكون ارتاحت شويه معايا، تتفرد معايا بمنتهى السهوله. مش هحتاج معايا ولا نشابه ولا اي حاجه، انا بس هفردها بايدي تتفرد بمنتهى السهوله. بعد ما افردها اديها مسحه زيت بسيطه جدا، وهقفلها زي الساندوتش بالشكل ده او زي الجيب بالشكل ده، وهحطها في صينيه فيها دهنه خفيفه جدا جدا من الزيت. هي مش هتلزق ولا اي حاجه، حتى لو ما دهناش الصينيه مش هتلزق، مفيش داعي نستخدم ورق زبده ولا اي حاجه. هبدا بقى ان انا بعد ما خلصتهم كلهم تشكيل بالشكل ده، هخليهم بقى لحد ما يخمروا. بس يعني ايه، بعد ما خلصتهم تشكيل دهنت وشهم الاول قبل ما خمرتهم. ممكن تدهنوا وشهم وقت يعني قبل التسويه على طول، وممكن تدهنوا وشهم يعني بعد ما تخلصي. ادهني الوش بقى صفار بيض او بيض على معلقه حليب او معلقه خل، وقلبيهم مع بعض، وخليهم بقى ايه، رش عليهم سمسم، وخليهم بس 10 دقايق، ودخليهم الفرن يستووا على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. هنكون جهزنا البانيه بتاعنا. عندي كوبايه من الدقيق، واحط عليها معلقتين صغيرين من النشا، ملح وفلفل، بابريكا، وبهارات فراخ. ممكن تحطي مكعب مرق لو ما عندكيش بهارات فراخ. وابدأي ان انتي قلبيهم مع بعض كويس جدا، وانزلي عليهم بخليط بنص كوبايه من الميه لكوبايه الا ربع، لحد ما يبقى الخليط عامل معاكي بالشكل ده. تبتدي ان انت تنزلي بقى بقطع الفراخ متقطعه طولي استريبس بالشكل ده. وطبعا الفيديو ده انا نزلت لكم كتير قبل كده، فمش حابه ان انا اطول في الخطوات بتاعته لان انا عملناه كتير قبل كده. والخطوه دي او الطريقه دي انا معتمداها عندي من قديم الازل، علشان ايه يعني خطيره يا بنات، لو جربتوها يعجبكم جدا.
غلي فيه بقى اما بدقيق متبل بنفس التتبيله اللي غلفنا بيها اللي عملنا بيها الخلطه السايله، او ممكن الستريبس بتاع كنتاكي ده انا فرماه وطحناه، يا اما البقسماط العادي. عايزه اقول لكم كمان ان البيضه اللي انا كنت دهنت بيها الوش بتاع الفطاير انا حطيتها كمان مع الخلطه، يعني ما كانش ليها لازمه وما فيش يعني ما فيش هتقعد يعني ما فيهاش هتترمي، فقلت احطها مع الخلطه السايله دي. زيت بقى يكون غزير والنار تكون متوسطه، وهبدا بقى ان انا ايه في حاجه تكون غويطه وتكون صغيره كده، وابداي ان انت اقلي الاستريبس بتاعك، هيطلع معاكي تحفه ألذ واحلى من بره مليون مره، خطير. والكفر عمره ما يفك منه ولا يفصل عنه ولا اي حاجه. لو على فكره ممكن تفرزيه انت بعد ما تغلفيه كويس جدا، حطيه على صينيه فيها كيس بلاستيك ودخليه الفريزر كل واحده لوحدها، وبعد كده اما يتجمدوا ابداي ان انت تشيليهم مع بعض كلهم في كيس واحد، هيبقى تحفه جدا. تعالوا بقى نعمل صوص خطير انا معتمداه عندي وبرده نزلت لكم كذا مره، بس حابه اقوله لكم تاني بتكه بسيطه كده. عندي نص كوبايه من الحليب يكون ساقع ومتلج، معلقه من المستردة، فصين من الثوم، هضربهم مع بعض. بعد كده بالهاند بلندر او في الخلاط مفيش مشكله. عندي من كوبايه يعني من كوبايه الا ربع الكوبايه على حسب ما هياخد معاكي الصوص قد ايه. انا ابتديت ان انا انزل بالكوبايه الا ربع من الزيت دي سرسوب، يعني نقطه، يعني ايه، معلقه طيب، معلقه بمعنى اصح كده لحد ما يربط معايا القوام. الخليط المايونيز السريع ده او التوميه السريعه دي او يعني الصوص السريع ده انا معتمداه عندي ليه سريع، مش هنقعد نعمل نشا في ميه ونخليها تبرد وكده، لا، بيديني نفس طعم المايونيز، ولو حطيت عليه التوم بيديني نفس طعم التوميه. فعايزه اقول لك وحطي لها كمان معلقه خل يديكي نفس مزازه الطعم بتاع المايونيز اللي بره بالظبط، خطير يا بنات. وممكن تستغني عن المستردة لو مش عندك، مفيش اي مشكله خالص. انا الصوص لحد ما ربط اخد معايا الكوبايه الا ربع، ما احتجتش كمان ان انا اضيف المره دي كوبايه. ده بيعتمد على ان الحليب لو بارد جدا بياخد كميه زيت قليله، واول ما يربط من الزيت خلاص بتوقفي اضافه زيت تاني، وممكن تضربيهم شويه تاني لحد ما يوصل للقوام ده. وطبعا ممكن لو تقيل معاكي شويه تخففيه بمعلقتين حليب، مفيش اي مشكله. التكه بقى اللي انا هعملها المره دي ان انا هقسم الخليط وهعمله. ممكن بقى الخليط ده حلاوته في ايه، ان انت ممكن تاخدي نص الكميه تحطي عليها معلقه من الصويا صوص زي ما انا عملت كده، هيديكي طعم حته تانية خالص. ممكن تاخدي شويه برضو تضيفي عليهم معلقه من الكاتشب، معلقه من المستردة، ممكن تخلي شويه ابيض مايونيز من غير توم، ممكن تحطي شويه بيهم توم، ممكن تحطي شويه خليهم زي ما هم. فافكار كتيره جدا جدا من طريقه الصوص دي بجد تنفعكم جدا جدا في رمضان، وينفع كمان نعمل منها صوص رانش ونضيف لها زبادي وما نضيفش توم وما نضيف معاها شويه مثلا شبت، هيبقى خطير يا بنات، خطير بجد. الوصفه دي يعني عامله زي الجلاش كده عندي بنوع فيها على قد ما بقدر. المهم دلوقتي عندنا بقى السندوتشات جميله وخطيره وطريه وبتتفتح معانا بمنتهى السهوله، وهنقدر دلوقتي بقى ان احنا نحشيها، نحط بقى عليها شويه كده او واحده من الستريبس اللي احنا عاملينها، ونحط مثلا معاها ممكن نحط قطعه من الفلفل، او ممكن نحط قطعه من الكابوتشا او الخاص، ممكن نحط اي صوصات احنا عايزينها، بطاطس محمره جنبها، وخلاص يبقى انت كده عملتي وجبه خطيره سريعه وما خدتش منك وقت، وتنفع في رمضان، وتنفع في العزومات، وتنفع في الخروجات، وتنفع سندوتشات المدارس. يعني وصفه خطيره سريعه وبسيطه، وان شاء الله تكون مغذيه ومفيده للولاد. المشروب بقى اللي هنعمله ده مشروب انا بعمله في رمضان وفي السحور ما بستغناش عنه. نص كيلو من الفراوله اضيف عليه نص لتر من الحليب وعلبه زبادي ونقطتين من الفانيليا ونص كوبايه من السكر او اقل على حسب رغبتك، واضربيهم كويس جدا. ده مشروب زبادو فراوله خطير يا بنات، ينفع في السحور بدل الزبادي، وينفع على الفطار، وخطير وينفع تقدميه للضيوف، وعليه بقى شريحه من الفراوله او قطع من الفراوله جواه، خطير، جربوه يعجبكم جدا. تعالوا بقى نعمل شويه ايه، بما اننا كده في الاجازه نعمل شويه دوناتس الولاد نفرحهم بيهم قبل ما يرجعوا للمعركه بتاعه الدراسه. الدوناتس خطير وهشه، وبجد المقادير دي حلوه جدا جدا. نص كيلو من الدقيق يكون دقيق مخبوزات نوعيه كويسه والبروتين بتاعه عالي. هضيف عليه معلقه صغيره مليانه من الخميره، وهضيف معايا هنا 4 معالق كبار من السكر 60 جرام، وهضيف عندي 2 بيضه بدرجه حراره التلاجة 115 جرام لو هتمشي بالجرامات، ووزنتهم من غير قشرهم. بعد كده هضيف معلقه صغيره من الفانيليا ورشه ملح خفيفه، وهضربهم مع بعض كده، وهنزل بالميه واحده واحده. كوبايه الا ربع من الميه دي ممكن تاخد معاكي كوبايه الا ربع، ممكن تاخد نص زي ما انت عايزه، بس اول ما الدقيق يبدا يختفي حتى بيبقى العجينه متماسكه معايا، ما تبقاش
طريه وفيها كتير. اول ما تبدا العجينه تلم معايا والدقيق يختفي خلاص كده انا بوقف تنزيل ميه، والعجينه بتبقى متماسكه ما بتبقاش طريه ولا بتلزق في الايد. تمام، شايفين هي قد ايه مفروله شويه. فانا ببدا ان انا اضيف لها معلقه ميه لحد ما اخلص العجينه تلم معايا وتتجمع تبقى قطعه واحده. خلاص كده وقف تنزيل ميه. في ناس بتضيفوا كميه بيض كتير وما بيضيفوش ميه خالص للدوناتس، ودي طريقه على فكره ناجحه جدا جدا بس مكلفه شويه. الطريقه دي حلوه جدا برده ووسط، ولا مكلفه قوي ولا مش مكلفه قوي. بعد ما العجينه تلم هبدا ان انا هضيف لها 60 جرام من الزبده واربع معالق. كميه السكر قد كميه الزبده. تمام، هقلبهم مع بعض بقى وخلي العجينه الزبده تدخل فيها، وعجنها لمده ربع ساعه في العجان او نص ساعه على ايدك. وهتعرفي ازاي ان هي اتعجنت وبقت تمام. هتلاقي شبكه الجلوتين عندك نشطت وبقت تمام. بتاخدي قطعه من العجينه وبتبداي ان انت تفرديها كده لحد ما تعمل معاكي شبكه جلوتينيه او تبقى شفافه من تحت بالشكل ده كده تبقى تمام. العجينه بتبقى متماسكه، واول ما بنعجنها كتير بتبقى ناعمه وطريه جدا جدا، ما فيهاش اي تلزيق في الايد، عامله زي قطعه السلايم. لو هتعجنيها على ايدك هتعجنيها بالشكل ده لمده ما تقلش عن نص ساعه. دلوقتي بقى انا هبدا مش هخمرها، انا هبدا ان انا هقطعها قطع متساويه. قطعتها 50 جرام بدون تخمير. اول ما نخلص عجن نبدا ان احنا نشكل ونخمرها. بعد التشكيل بنقفلها من تحت كويس جدا جدا وبنخليها ملساء من فوق، وخلي كل القطع قد بعضها علشان تطلع معاكي شكلها حلو في الاخر. طريقه التنعيم العجينه ولمها بتبقى بالشكل اللي انا بوريه لكم ده. هبدا ان انا بقى هرش رشه دقيق بسيطه خفيفه جدا جدا على ورق الزبده علشان ما تلزقش، وهرصهم كلهم وبضغط عليهم ضغطه خفيفه وبخليهم بقى لحد ما يتضاعف حجمهم. وهقول لكم هتعرفوا ازاي ان هي دلوقتي خمرت وبقت تمام ونقدر ان احنا نشكلها. هتضغطي على العجينه من فوق هتلاقيها بقت معاكي. طبعا احنا بنغطيهم مهم جدا عشان ما ينشفوش من فوق. بعد ما يتضاعف حجمهم تضغطي على العجينه ضغطه كده هتلاقي العجينه بترد تاني مكان صباعك ما بيعلم، بتلاقيها بترد تاني كده تبقى خمرت معاكي وبقت تمام. اهم حاجه بقى التسويه بتبقى في زيت يكون مش غزير قوي، يغطي نص الدوناتس بس، والنار تكون هاديه يعني يا دوب تعمل بابلز بسيطه كده، الزيت يعمل بابلز خفيف. المقطع ده كان فصل مني معلش يا بنات، وده المقطع الوحيد اللي انا لقيته فحاول ان انا اشرح لكم عليه. بنزل العجينه على وشها وبعد ما تتشمع من تحت ابدا ان انا هقلبها مره كمان من الناحيه الثانيه لحد ما تعمل خط ابيض كده وهتلاقيها اتنفخت لفوق وبقت بالشكل ده خطيره. ناخدها وهي لسه طالعه من الزيت نغلفها في سكر بودره، وممكن نستخدم بقى الحشوات النوتيلا البيت اللي احنا كنا عاملينها يا بنات تحفه، هتلاقوها موجوده عندكم على القناه دي اللي انا حشيت بيها. وممكن نحشي مربى كريم باستري كريم شانتيه، ممكن نحشي فراوله زي ما انتوا عايزين. جربوا بقى الطريقه دي، انا متاكده لو جربتوها مش هتبطلوا ابدا تعملوها. خطيره وسريعه وبسيطه وهتطلع معاكي الخط الابيض شايفين مرسوم رسم من كتر ما هي ناجحه معاكم. وطبعا هشه جدا من جوه وبسيطه وما فيهاش ولا نقطه زيت، مش شاربه ولا نقطه زيت. ولو عايزينها مخبوزه اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والمتابعه وصلوا على النبي. واشوفكم على خير ان شاء الله. يا رب يكون عجبكم الفيديو وما يكونش رغيت كتير، واشوفكم على خير. باي باي.